وبعد موتها عاش ولادها حياة أحسن، وقالوا عنها إن مخلها هو السبب في قطع رجل ابنها. هيتي جرين اتولدت في 21 نوفمبر سنة 1834 لأسرة غنية. دخلت عالم البورصة وهي في سن صغير، ولما وصلت لسن ال20 اشترى لها والدها هدوم وفساتين غالية، لكنها باعتهم واستخدمت الفلوس في الاستثمار. اشتغلت هيتي في شراء الأراضي، وبالتحديد اللي كان متوقع دخولها في المسارات للسكك الحديدية. احتفظت بفلوسها بعيد عن جوزها، وده سبب خلافات بينهم. وبعد وفاته فضلت بفستان واحد اسود طول حياتها، لدرجة إن بعض الناس قالوا عليها ساحرة. ورغم غناها الفاحش كانت بتلبس ولادها ملابس مستعملة. وجبتها اليومية على الغداء هي الشوفان، وكانت بتسخنه على الدفاية. ومن القصص اللي اتقالت عنها إن في يوم اتصاب ابنها بكسر في رجله وخدته لعيادة مجانية، ولما عرفوها طلبوها إنها تدفع تكلفة العلاج، ولكنها رفضت وسابته، وده أدى لقطع رجله بعديها بفترة. ولكن جمعية نيو إنجلاند التاريخية نفت القصة. اتوفت سنة 1916 بعد معاناة مع المرض.